الحياة رحلة جيناها، ما حدا استشارنا، ما حدا أخذ رأينا. لو حدا أخذ رأينا أنه تجي على الدنيا ما حدا بيجي. عشو بدك تجي؟ عشو بدك تعود؟ ما هي كلها مآسي، كلها تعب، وبنطلع منها ما حدا بيستشيرنا. شو رأيك تموت هلا لما تموت بعدين؟ ما حدا بيسألنا. على غفلة بيطلع اسمه بني آدم وبيمشي. معناتها لا استشارونا بالجية ولا استشارونا بالروحة. يلي خلق بالدنيا علق، يلي ما عجبه ينفلق أبدا. هلا قاعدين فيها نحن. إمتى بنطلع؟ الله أعلم، بس بدنا نطلع. مرة كنت بمجلس عزاء عمول للناس والله بدكم تموتوا، الله يشهد بدكم تموتوا. واحد قال لي الله يبشرك بالخير. ما حدا بيحب سيرة الموت، مع انه مو مبسوط. يعني كان الست ام ابي الله يرحمها تعيش، قلت لي يا تيتي 1000 عيشة بالكدر ولا نومي تحت الحجر. 1000 عيشة تعيش بكيانة زعلانة مقهورة بس ما تموت. طيب ليش؟ كان في عنا رجل بالحي بالصالحية بالشيخ محي الدين، إذا مرت جنازة يهرب، يفوت على مكتب أخوه يقعد جوا بسكر على حاله من الخوف. طيب ما بدك تروح؟ أول عن آخر بدك تروح. لما كنا بالابتدائي كان يصفونا طابور ورا بعضنا مشان التلقيح، فيضربونا أبرة بإيدنا. أنا واقف بتفرج عليهم شلون عم ياخذوا له إبرة للطالب اللي جاي أنا وياه. كل طالب يشكوه إبرة كانوا شكوني إياها أنا. يعني نحن مثلا 42 طالب بالصف، كأنه شكوني 42 إبرة، فخاف 42 مرة. بعدين صرت لما في تلقيح واقف أول واحد. أخي شكوني إبرة وخليني أمشي روح. مرة عمول أحد المشايخ الشيخ عبد الحكيم حاج عثمان، نالوا يوم القيامة نحن أول الناس تمشي على الصراط. أمة سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم أول الناس بتمشي على الصراط. نحن آخر الأمم في الدنيا. هلا كل الأمم محبوسة بقبورها عم يستنونا. قوم سيدنا نوح وقوم سيدنا موسى وقوم سيدنا عيسى كلهم قاعدين بالقبور عم يستنونا حتى إمتى بدنا نجي على الدنيا ونموت، لأنه بتقوم القيامة على هالأمة هي. فعملوا للشيخ نالوا يوم القيامة لما بدنا نمشي على الصراط بدي أحاول أرقد أمشي أول شيء. خلاص يعني علينا وعلينا، يا بدنا نسلت يا بدنا ننفذ. معلش بدي واقف طلع على هالناس بقى، هي ماشي وهذا بيوع وهذا بيعوي وهذا كلابه بتبقى طايره بتضربه هنا عم بتعلق فيه بتنزله عن الصراط، وهذا كل ما زلمه نزل بدي ارتعب. ليش؟ اخي بدي اقرب وشوف شو راح يصير معي. قال لي والله يا شيخي انا مو خرجه. قال لي انا بدي اوقف للاخير. اي نعم. قال لي ما عندي الشجاعه واقف. هلا عم نحكيها حكي، بكره بتشوف. هو مره كنت انا وواحد الطلاب ماشيين بالحلبوني، مليته لفات على مكتبي، قال له شو رح اشتري كتاب؟ شو؟ قال لي عن حياه البرزخ، عن حياه القبر. قلت له امشي بكره بنشوفها شخصي ما لنا مطولين. غمض فتح صرت هنيك. هلا صار عمري 64 سنه، وين راح ودول؟ امبارح كنت بالابتدائي، امبارح كنت بالاعدادي، امبارح كنا بالمدارس، امبارح كنا عسكر، امبارح كنا نشتغل. اي نعم عريس جديد، صار عندنا احفاد. شو الايام شلون عم تمضى الايام؟ وين راحت الايام؟ الازمان وين راحت؟ امبارح كنت بطل مصارعه، اليوم اذا بدي اقوم على الكرسي بدي اثنين يقيموني. طيب وين راحت العزم؟ وين راحت القوه؟ فالدنيا مثل المنام، جينا عليها وبنطلع منها. بس نياله اللي بيعرف كيف ليش اجى على الدنيا وليش بده يطلع. نياله
يلي بيظبط زواجته مع الله سبحانه وتعالى. في قصة مثل حكاية كليلة ودمنة، يعني مو مزبوطة بس أسقطها على الواقع تسقط. بيذكروا إنه في بومة اجت لعند أحد أنبياء بني إسرائيل، هيك ذكروها. قالت له يا نبي الله، ربك سبحانه وتعالى بيعجل بالذنب لما بيأجله، يعني إذا واحد أذنب دغري بيضربه الله سبحانه وتعالى، لما بيمهله لبعدين. قال له ما بعرف. قال له يا رب الذنب تمهل فيه لما تهمل؟ قال له بمهل. ليش هيك صارت الزلمة هاي؟ شو عم يلعبوا جوا؟ قد ما له علاقة؟ ما بيحكي يعني ها؟ ليش ما يقول لي ها؟ مشان هيك. نعم. فقال له يا رب الذنب بتعجل فيه على العبد لما بتمهله؟ قال له لا بمهله مشان يكون معه مجال يتوب. فقال له الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. قالت له طالما هيك، في زلمه عم يشوي لحمه، هدت عنده، سرقت سيخ لحمه وهربت على عشها مشان الطعمه فراخها. تاري في بصة جمر على الآنف شافت اللحمه، حطت السيخ اللحمه بالعش، قام احترق العش واحترقوا فراخها. قالت له يا نبي الله لسه هلا سرقت اللحمات، دغري مات اولادي. قال له والله ما بعرف. قال له يا رب هلا سرقت. قال له الا هذا ذنب القديم لسه جديد ما اجى. احيانا بناكل اكله لك على شغله قديمه، انت ببالك وين لتجي الشغله الجديده اللي شغلها. بيتنا جنب الجامع، ما زلت لهلا جار الجامع. اي والله الحمد لله. فمره راحت علي صلاه الصبح مع الجماعه، توضيت وضوء فشكلي وركضت على الجامع، لقيتهم طالعين من الجامع. تخبيت مشان ما يشوفوني، باعتباري حمامة الجامع. شو الحمامة اللي جاي بعد ما الناس طلعت؟ ذكروني بالمثل تبع يطعموا حجة والناس راجعة، ما خلصوا صلاة. واحيانا بيقدموني امام، الامام جاي بعد ما خلصوا صلاة. ضربت حالي كف بالشارع ورجعت على البيت عم ابكي. قلت ما عاد نام على الفرشة، خلاص صرت نام على الحصيرة. مدري كم سنة تميت نام على الحصيرة. ايمتى نام على الفرشة؟ بعد ما ارجع من صلاة الصبح، مد الفرشة ونام. وانا نايم على الحصيرة راحت علي صلاة الصبح. فزيت طلعت على الساعة، مشي الحال. قالت لي مرتي شو رح تساوي؟ قلت لها عم فكر نام على السلم، سطح سلم بالارض ونام على السلم. يعني ما رح تغفل اذا نايم على السلم، لانه نازل من جنب طالع من جنب. فما نمت على السلم. في احد الناس موكلني اني اجر له بيته، ما زال بيته لهلا معي، ففارشه احلى فرش هو. نمت انا وزوجتي على التخت يلي بغرفة النوم اللي هو حاططها. ما شفنا بعضنا نحن اثنين، غرقنا بالفرشة. قد مو فرشة مريحة عجبي. صرخ الصبح الله أكبر. البيت جنب جامع الدكتور البوطي، جنب جامع الرفاعي، وفتح عيوني انه يتفتحوا ما يتفتحوا. قد مو الفرشة مريحة، والمؤذن عم ينادي الصلاة خير من النوم. أنا له يا رب والله الصلاة خير من، بس مالي حزنان فتح لأنه الفرشة مريحة. هلا أنا منام ببيتنا حاليا على طراحة يلي بدرس عليها بالنهار، المساء بحط مخدتين وأنا عم أدرس، يا بطبق كتبي يا بخليهم مفتوحين لأني فيق بالليل كثير. على السريع بحط راسي بنام. الطراحة ما بتريح مثل حكاية الفرش يلي مطالعيننا اياه هون هدول
نعم الفرشة الحضارية والفرشة نعم تلاقيها. فسبحان الله النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام على غطاء يفرشه وينام. يوم بيوم طولوا اياه، قام راحت عليه قيام الليل فزعل لأنه طولوا الغطاء. شو المقصد من كلامنا كله؟ فاز المخفون. ما جينا على الدنيا لننام، ما جينا على الدنيا لناكل. الإمام محمد بن الحسن الشيباني تلميذ الإمام الأعظم تلميذ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، يقول الشافعي: قرأت على محمد بن الحسن الشيباني وقر بعير من علم، يعني اللي بيحملوا جمل من الكتب. درس عنده أكثر من 10 سنين. والتلميذ الثاني بيكون الإمام الأعظم أبي حنيفة، قال: مات بالري، طالع شمة هواء مات. فهو عم يحتضر، قالوا له تلاميذه صار يبكي. قالوا: ما يبكيك يا سيدنا؟ قال: إذا سألني الله سبحانه وتعالى: ما الذي أقدمك على الري يا محمد؟ أمعلما أم مجاهدا في سبيلي؟ فنحن جينا على الدنيا مو مشان ناكل، مو مشان ننام، جينا لملم زواده وامشي يلا على السريع، ما بدها تلكؤ. لما بتروح على حالك صلاة، بتروح على حالك شيء لتندم وبكرة تبكي عليه ما بتلاقيه. كانوا قال الكبار يكذبوا علينا، يقول قال في على جهنم بلاطة، قال بيصب فيها نهر، قبل ما يوصل على البلاطة بينشف من حماوتها. قال هذا البلاطة بده يصلي عليها تارك الصلاة في الدنيا، ما تارك الصلاة في الدنيا ما بيصلي بالآخرة، لا في بلاطة يصلي عليها ولا في شيء. تركت صلاة في الدنيا، من ترك صلاة مكتوبة متعمدا لقي الله وهو عليه غضبان. الحديث هذا رواه ابن عباس مرفوعا رضي الله تعالى عنهما. الصراط المستقيم خلافا للدكتور الكيالي، ما أصلا مجانين كان نحن مشان يطلع لنا الكيالي وينفي عذاب القبر وينفي الصراط ونفى شغلات كثيرة، عايش على كيفه هذا الكيالي، كان ناقصنا. مثل الدكتور الشحرور، الدكتور محمد الشحرور كمان ما درس شريعة، كمان اجانا بأفكار غريبة وعجيبة. قال بيحق له للإنسان يتزوج أمه، يخرب بيته، إن شاء الله زواج قبرصي. شو هالحكي هذا؟ نعم ما في هالكلام، نعم ليس من الشريعة وليس من الدين. وذكروا كمان ايش بالنسبة للميراث، تقسيم ميراث رب العالمين سبحانه وتعالى مو عاجبه. قال لازم المرأة تاخذ مثل الذكر، قسمة الله هي سبحانه وتعالى. فمرة بعثت له مشان ناقشه، أول شيء رضي يقعد للمناظرة، بعدين رفض. ليش رفض والله ما بعرف. بعد ما رضي يقعد للمناظرة رفض، ومحضر له أنا كل شغلة لأنه كذاب.